استنى بس امشي ايدك. مع الشيف بلبل كل الدنيا فل. السلام عليكم. النهارده يا جماعه هنعمل اكله سهله جدا، بس انتوا اللي بتفتكروها صعبه تمام. زي ما انتوا شايفين هنا الورق يعني هنا مخلل تمام، بيتباع من اي سوبر ماركت، بيكون في علب كده. وهنا معانا بصل وتوم، ومعانا الكبه بقى اللي شايله الشغل كله تقريبا. وهنحط شويه بصل وشويه توم معاه وهنحط تمام. هنخليها تتبشر بس كده تمام. اتبشرت. هنبتدي بقى نعمل ايه معانا. طبعا يا جماعه انا اسف حاجه، طبعا نداء حاجه لكل الناس، يعني انا بيجي كده يعني. المهم انا عايزه اشتغل مع الشيف علاء، انا تمام، والشيف شربيني، ومش عارف الشيف حسن حبيبي، وعايز المطاعم اللي هي بقى الفايف ستارز والفنادق طبعا تستضيفني. انا طباخ يا جماعه، انا مش طفل، اعتبروني كده طيب تمام. يعني بكره تبعتوا لي ماشي. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? ما تاخدنيش انا محتاج استلف ده بسرعه. هناك هروح اجيبه. تمام بليس يعني. شكرا. بعد ما احنا جينا هنا بقى الخطوه السهله جدا. هنحط مكعبين زبده، مكعبين بالعدد تمام. والثوم والبصل اللي احنا كنا عملناهم بشرناهم هنحطهم هنا في الزبده عادي يعني تمام. عملنا كده. مهم هنحط بقى في النار، يعني هنستنى بقى الزبده تسيح. ونسيت اقول لكم حاجه، شكرا على 400 سبسكرايبر يا جماعه، شكرا بجد. نفضل نقلب. قولي ماشي. نفضل نقلب كده كتير او مش كتير يعني لما تدي وش اصفر. حطوا لايك وسبسكرايبر. طبعا يا جماعه الزبده ساحت ومعاها الثوم والبصل. هنفضل نقلب. طبعا انا كنت بقلب بس يعني كنت بقلب عشان الزبده تسيح يعني مش اكتر. هنجيب الصلصه هنحط معلقه صلصه كده، وهنحط بقى السلاسل كالاتيه: ملح، فلفل اسود، كمون، فلفل وملح وكمون تمام، شبت تمام. طبعا هنعملهم بالكبه طبعا، بس هنضطر نقلب كده. هنبتدي نقلب. هنجيب رز، بس في معلومه مهمه جدا بخصوص الرز. انت لو هتجيب رز عادي لازم تحطه في ميه، يعني مثلا الرز زي الطحا مثلا ده مش محتاج تحطه في الميه، ده على طول على حاله تمام. نحط رز. هنبتدي نقلب تاني، يعني احنا حطينا ايه، هنعيد بس من المكونات تاني. احنا حطينا البصل والثوم تمام، عشان نعمل ايه الورق العنب بالمخلل تمام. وقلنا ان هو بيتباع في السوبر ماركت عادي تمام. حطينا البصل والثوم مع بعض يتخلطوا تمام. بعد كده حطيناهم هنا مع مكعبين زبده، ثم حطينا عليها صلصه. قعدنا نقلب شويه وحطينا عليها صلصه. بعد كده حطينا البقدونس والشبت، وبعد كده الرز والملح والفلفل والكمون تمام. ده بدل ما مثلا المدبكه اللي احنا عملنا فيها الزر الكبه يا جماعه اللي احنا عملنا فيها في اول فيديو بتاع البصل والكلام ده، لا في طريقه اسهل تمام. اللي بيظهروا دلوقتي شايفين دي يا جماعه، شايفين دي مبشره، ممكن تبشر عليها من الناحيه دي. طبعا في نواحي كتيره بس الناحيه دي بس ماشي. او تجيب السكينه وفي البلانجه دي بقى تمام. بلانشا يا جماعه في البتاعه دي كده بلانشا، بتفضل بقى تقطع حتت صغيره تمام. وبرده دي اول حاجه تمام. تاني حاجه بقى معلش كده. تاني حاجه ان انت بدل ما مثلا الطماطم اللي هي
احنا جبنا الصلصه وحطينا في الحاجه. تمام. لا انت ممكن تحط زيت. تمام. وتحط الطماطم، طماطم عاديه يعني، وتحط يكون مركزه بقى. تمام. دي تاني حاجه عصير طماطم. تمام. المهم تالت حاجه بقى طبعا يا جماعه بعد ده كله انت ممكن بدل اللي هو العصير الطماطم تجيب ده برضو. الطماطم تنفع في الحالتين، في المبشره برضو تحطها هنا وتفضل تعمل 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 لغايه بقى ما تعمل معاك. تمام. وبرضو في هنا الصلصه احنا حطيناها عشان تعمل لون. يعني بصوا يا جماعه انتوا شايفين الاحمر ده كله الصلصه. يعني الرز كتبعته احمر، سوري، الرز كتبعته ابيض، والخضره طبعا المفروض اخضر، فدي مديه لون. تمام. فنكمل. تمام. كاننا ممكن نعملها نار عادي على فكره، كله على بعضه كده وتفضل تقلب. احنا بالزيت مش بالزبده. انا عملت بالزبده عشان بحب الزبده. فجماعه يلا بقى نشتغل بقى في اخر حاجه في الورق عنب بعد الفيديو. مش بقول لكم حاجه سهله. بصوا بقى كمان ده الورق العنب المخلل. تمام. هتجيب بقى ناحيه العرايب الباينه والناشفه، مش اللي بتلمع مثلا زي دي. بص تحس انها مبلوله ومش بتلمع، وكمان العروق مش باينه. فدي بس بصوا ركزوا على دي كده وبين دي في فرق. تمام. فاحنا هنعمل على حسب دي. ده العروقه باينه يعني عشان تكون شكلها احلى والكلام ده يعني. وهنجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي الرز والحاجات دي. والخلطه دي يا جماعه بتتعمل باي كل اي انواع المحشي، اذا كان ورق عنب او كرنب مش هتفرق، والممبار برضه. فجماعه هنجيب الورق العنب. بصوا بقى، بصوا ناحيه القلب. تمام. توصل هيك فهنحطه. فهنجيب شويه رز مش كتير يعني، هنحطها هنا. تمام. ركزوا هنا في الملحوظه دي. بصوا يا جماعه هنزت من هنا وهنزت من الناحيه الشمال طبعا كده يعني عليها، والناحيه الشمال برضو الاتنين. تمام. وهنبتدي ايه، بصوا هنبتدي نبرم بقى. واي حته مثلا بره كده بره، بصوا حطها جوه. احطها ايه بقى ودق. فكمان في مشكله هتقابلنا هنا. طب الناحيه اللي هي عامله كده، بصوا بقى هتحطوها ده التطريح يعني، هتحطوها كده ناحيتها بقى، ناحيتها كده. تمام. يعني مثلا لما تيجي في الحله مثلا كده، او بصوا كده. تمام. بيرفكت. تمام. فهنجيب ورقه كمان برضو ناحيه العروق الباينه، مش العروق اللي هي البتاع دي. تمام. فهنعمل ايه بقى؟ عارف يا جماعه، عارفين ناحيه القلب. تمام. ناحيه القلب كطبيعه يعني. هنحطها هنا شويه رز، مش بالهبل يعني. هتحطوا شويه رز ايه يعني. بصوا كمان عشان صراحه انا ايه. تمام. وكده. تمام. هتست من هنا. تمام. هتست من هنا. تمام. طبعا بصوا بقى لازم تكون كده مثلا، مش كده عشان هي لازم يعني فاهميني. تمام. بصوا بقى هتبرم زي ما احنا قلنا الناحيه المفتوحه. تمام. هنعملها كده، هنفتحها بحيث انها يعني الرز ما يقعش. تمام. هنحطها برضو في ناحيه الطاسه كده او الحله صح. وبرضو جيبوا الحله اللي استانلس اللي ما بتلسقش، عشان بس اللي بيلسق دي حاجه اتفال يعني كشركه حلوه كده، مش اعلان. ناحيه الحروق اللي هي بصوا الحروق الباينه مش دي لا. ولو لاحظين يعني ناحيه القلب برضو. هتقولي ليه يعني ناحيه القلب؟ هو كده يا اخي، هو كده. تمام. هو بس بيحبكوا فبقولكوا تدخلوا مش قصتنا يعني.
تمام. فيا جماعه هنحط رز بسيط، يعني ده كده كويس قوي. تمام، ده كويس، ده ممكن تقول عليه تمام قوي. فهتقفل، فياريت بس تلزق شويه هنا، فهتقفل. تمام، فهتقفل من الشمال واليمين، مش مثلا اليمين بس ولا شمال بس، لا الاتنين. تمام، وهتست بقى وتست. تمام، هتلاقي كده ناحية مفتوحة، يعني مفيش اي مشكلة. تمام، فرب تكونوا بس حفظتوا. تمام، فيا جماعة انا حابب اقول حاجة. عارفين الليمون ده؟ الليمون كليمون عادي، يعني مش عصير ليمون او حاجة. هتعصروه. تمام، كل طبقتين 3 كده تحط حبة. تمام، حبة مش كله، يعني ما احطش ده كله، هيطلع حامض يعني. حبة. بصوا يا جماعة، ركزوا. تمام اوكي، تمام قوي كده. فطبعا انت لو عندك بولر او اي حاجة، سخن مية. تمام، وحطها في فوق ورق العنب ده مقدار حوالي صغير. تمام، لغاية حوالي صغير. تمام، فاحنا هنحط والنار متولع طبعا. فطبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الورق العنب حطينا عليه زي ما احنا قلنا مية البويلر او مية سخنة على مقدار عقلة صابع. فهو دلوقتي ده شكله. تمام، هيتسوى بقى. تمام، احنا مولعين عليه النار، فعشان كده المية بتغلي طبعا. يعني هيستوي ونعمل لكم رأينا. انتوا شايفين الورق العنب شرب ميته، فهنحط بقى خضة عليه وهنحط العين طبعا. تمام، اهو خضة اهو يا جماعة. الورق العنب ده يعني هيقعد مثلا ساعة يعني عشان يتسوي بقى وايه وناكله. تمام، اكيد بقى مش هنعمل كده يعني لوحده، يعني كده نعمل معاه حاجة لحمة طبعا. فهنعمل ايه؟ مية بتغلي طبعا، فايه هنحط ورق لورا. ده الورق احنا حطينا ورق اللورا والمية والملح والفلفل. هنحط بقى البصل يا جماعة، هنحط بقى اللحمة هي الأساس. تمام، ادي قطعة ودي قطعة، ادي 3 قطع كده. تمام، فهنسيبها بقى ساعة زي الورق العنب، يعني الاتنين هيخلصوا مع بعض كده. كمان كل حاجة، فالاتنين كده هيخلصوا مع بعض. تمام، يعني نديهم ساعة ونشوف بقى هيطلع ازاي. ما ننساش برضه الهاشتاج ده شيف بلبل كل والتاني زي الفل. طبعا يا جماعة بعد ما استنينا 50 دقيقة ورق عنب خلص. تمام، استوى منظره. تمام، طب في سؤال هنا هيحيرني. انت عرفت منين ان هو استوى؟ بص لحشاق الرز، هتبص هتلاقي ان الرز بدأ يكون عامل زي اللي هو الرز العادي بتاعنا من غير اي حاجة. تمام، هندوق. حلوة، مستوية مظبوط، جامدة قوي من غير شرح. تمام، مع شيف بلبل كل والتاني زي الفل. تمام، ودوسوا لايك وسبسكرايب باي باي. جامد.